سعدية، ايه السر ان الحمامات في ألمانيا كده ما فيهاش فواصل؟ محمود يا كبير، اسمع بقى الحكاية دي. احنا مش بنهري، احنا بنحسبها. بص، الحكاية ان في ألمانيا فعلا كتير من الحمامات ما فيهاش فواصل زي اللي متعودين عليها. يعني الموضوع كده على المفتشر شوية. ليه؟ عشان هما بيحبوا البساطة والكفاءة والمساحات المفتوحة من غير زحمة. فالسكوت علامة الرضا هنا. خد في الآخر القرار قرارك. احنا في احنا في سوق عيد الميلاد بنصور الجزء التاني. وجربنا هناك البطاطس واللي هي المبشورة دي معمولة قراص، وركبنا العجلة الدوارة وشوية حاجات. ادينا بقى شوية معلومات عن الحاجات دي عشان المشاهدين تستفيد. حاضر يا ابو العيال يا كبير. بصوا بقى يا جماعة، احنا في سوق عيد الميلاد ده اللي هو يعني زي ما تقولوا كده حفلة ألمانية على مزاج. الحاجات اللي جربناها زي البطاطس المبشورة اللي معمولة أقراص دي اسمها عندهم ريبي كوخن، وبتبقى مقرمشة وطعمها تحفة في الشتاء. وركبنا العجلة الدوارة اللي هي بتخليك تشوف السوق كله من فوق وتحس انك في ملاهي كده بس وسط اجواء الكريسماس. فالتفصيلة الغريبة هنا ان كل حاجة في السوق ده ليها تاريخ حلو واثره لسه موجود لحد النهارده عشان يخليك تحس انك سافرت في الزمن. في الاخر لو عجبكم الجو ده ما تنسوش تقولوا لنا رايكم وتعملوا شير. ويلا يا محمود يا باشا، ورينا بقى هتعمل ايه تاني. طب بقول لك ايه، ما تحكي لنا اكتر عن البطاطس دي، ازاي بيحضروها، طعمها ايه، حلوة ولا لا، بينزل معاها صوصات ولا لا، سعرها كام تقريبا دلوقتي؟ حاضر يا صاحبي، ولا يهمك، خليني احكي لك شوية تفاصيل جديدة. بص، البطاطس دي بيحضروها انهم بيبشروا البطاطس ناعمة كده ويعملوها زي اقراص صغيرة ويحطوها في الزيت لحد ما تبقى ذهبية ومقرمشة، وطبعا طعمها يجنن. بتتاكل وهي سخنة كده ومعاها شوية صوصات زي الكاتشب او صوص كريمة كده خفيف حسب انت بتحب ايه. بالنسبة لسعرها حوالين دلوقتي يعني تقريبا هتلاقيها بحوالي 3 ل 5 يورو حسب المكان والحجم. فلو نفسك تجرب حاجة لذيذة وسخنة في السوق، هي دي حكايتنا. ويلا بقى، لو عندكم اي حاجة تانية عايزين تعرفوها قولولي، وما تنسوش تقولوا محمود يكمل ويجرب لنا حاجة تانية. انا الصراحة جربتها يعني كانت طعمها حلو قوي. كانت 3 قطع بحوالي 6 يورو تقريبا. يا سلام يا باشا، طالما جربتها وعجبتك يبقى 100 100. احنا كده مش بنهري، احنا بنحسدها. يعني انت بنفسك حسيت بالجو وعرفت ان الحاجة فعلا تستاهل. فدلوقتي خلي المشاهدين يشوفوا بنفسهم ويقولوا لنا في الكومنتات لو جربوا حاجة زي كده قبل كده او لو حابين يجربوها. ويلا بقى يا محمود يا قلبي، خلينا نشوف هنروح على ايه تاني ونكمل حكايتنا. خلي الناس دايما متحمسة معانا. والله يا سعدية، عايز اقولك ان هي بتنزل معاها صوص تفاح، بس انا محبتش يعني اكل حاجة حادقة مع حاجة مسكرة، فطلبت معاها صوص التوم. يا حودة يا حبيبي، يعني انت عملت حركة كده من بتوع اللي بيفهموا. صوص التفاح ده حاجة مشهورة عندهم، بيحبوا يدمجوا الطعم الحادق مع المسكر، بس انت قلت لأ، خلينا على التوم. واللي واثق مش بيزعق، انت اخترت اللي يريحك وده المهم. فاحنا كده بنقول للناس برضو جربوا اللي تحبوه، ولو مش حابين حاجة مسكرة مفيش مشكلة خالص. وفي الاخر يا جماعة، لو حبيتوا الكلام ده ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتقولوا لنا ايه اكتر صوص ممكن تجربوه مع البطاطس دي. ويلا يا عمها كمل لنا الجولة بقى. بس هما الالمان بيحبوا عامة صوص التفاح، صح؟ هو اسمه ايه اصلا بالالماني، وبيتكون من ايه بالظبط؟ بص يا ابو العيال، الالمان فعلا بيحبوا صوص التفاح مع حاجات كتير، وده عندهم حاجه كلاسيكيه كده اسمه بالالماني ابفلموس. وده ببساطه بيتكون من تفاح مطبوخ مع شويه سكر وقرفه احيانا، يعني حاجه بسيطه وطبيعيه وبتدي طعم مسكر لطيف. فلو عايز حاجه من المطبخ الالماني كده تبقى عارف انهم بيحبوا يدمجوا الحادق مع المسكر، وطبعا كل واحده وليها ذوقها. فيلا يا كبير، لو عندك اي سؤال تاني قول لي. بس سعدية، يعني انت لو كنت هتطلبيها زي ما انا طلبت بالثوم، ولا بموس التفاح اللي انت قلتي عليه ده؟ بص بقى يا عمهم، انا من النوع اللي بحب اجرب كل حاجه مره. يعني ممكن اول مره اقولك هطلبها بالتفاح عشان اشوف طعمهم بيمشوا مع بعض ازاي، ولو مش على مزاجي المره الجايه هقول زيك بالظبط هطلبها بالثوم. يعني القرار قرارك، وجرب مره كده ومره كده لحد ما تلاقي اللي يروقلك. وفي الاخر يا جماعه انتوا كمان جربوا وشاركونا رايكم، وما تنسوش تقولوا لنا ايه اكتر حاجه عجبتكم. ويلا يا حوده يا باشا، كمل لنا الجوله دي بقى. بس يا سعدية، انت على ما تجربي مرة السوق هيكون قفل، لان هو بيجي مرة واحدة في السنة، او ممكن بقى تستني عيد تاني او مناسبة تانية يكون فيها نفس الاكلة دي بتتباع، بس هتاخد وقت طويل قوي. هتقدري تصبري يا سعدية الوقت ده كله؟ يا سعدية انا عارف انك ما بتصبريش يا سعدية.
يا واد يا لماح، عرفتني كويس. طبعا انا مش من النوع اللي بيصبر كتير، بس هقولك ايه، احنا مش بنهري، احنا بنحسبها. يعني لو السوق بيجي مرة في السنة خلاص هنستنى المناسبة الجاية او نشوف لنا سوق تاني. ما هو الحكاية كلها اننا نفضل مستمتعين طول ما احنا بنلف وندور. وفي الاخر يا جماعة اهم حاجة اننا نفضل مستمتعين بالرحلة وبالحكايات. وما تنسوش تقولوا لنا لو عندكم اي افكار تانية او لو عايزيننا نزور مكان معين. ويلا يا محمود يا قلبي خلينا نكمل الرحله. سعدية ده كان فيديو بسيط تمام. دلوقتي احنا كل واحد من طريق. انت هتروحي تجيبي البطاطس اللي بتحبيها، وانا هروح اركب الساقيه دي اتمرجح فيها شويه تمام، ونشوف بعض بقى بعد 2-3 كده. يا سلام يا حوده يا حبيبي، اتفقنا خلاص. بس ما تفتكرش انك هتهرب مني بسهوله. يعني انا هروح اجيب البطاطس بتاعتي وانت تتمرجح براحتك، بس ما تنساش اننا هنكمل الحكايه دي في فرصه تانية. والهدوء تركيز، يعني خليك فاكر اننا هنرجع نلتقي تاني ونكمل مغامراتنا. وطبعا لكل اللي بيتفرجوا علينا، لو عجبتكم الحكايه ما تنسوش تسيبوا لنا تعليق لطيف وتعملوا شير عشان نبقى دايما مع بعض. يلا يا صاحبي نشوفك على خير وسلام لحد ما نرجع نتقابل تاني. يا جماعه لو حابين تشوفوا اي حاجه تانية في المانيا، مغامرات، حكايات، وحتى تفاصيل كده من اللي تلفت الانتباه، اكتبوا لنا في الكومنتات واحنا هنخلي الحكايه على مزاجكم. وفي الاخر لو عجبكم الجو بتاعنا ما تنسوش اللايك والشير عشان تفضلوا معانا على طول. ويلا يا محمود يا حبيبي خلينا نقفل بقى ونقول لكم سعدية، بقول لك إيه يا سعدية، انا هروح اكلم ابوكي واشتكي له منك، لان انا الصراحه مش مرتاح معاكي في الجوازه دي. يا نهار ابيض يا حوده، انت هتشتكي لابويا عليا وانا لسه ما عملتش حاجه؟ طب ما انا دلوقتي هوريك الغيره المصريه الاصيله. بس خلاص انا مش هزعل ولا حاجه، انا هخليها بهزار.